المصيبة الكبرى الكبيرة جدا جدا ان الراجل طالع في الصندوق الاسود، وانا مش هقول اسماء، كلكم عارفين الكلام ده، وانا انذرت وحذرت قبلا من اللي هيحصل. الراجل طالع يا حضرات بيثبت للجميع خارج مصر على مستوى العالم كله، خليج وغير خليج، ان مصر تستاهل يتف عليها، وهو بيقول الكلام ده بس بيقوله بشكل تاني. ليه بقى؟ لان مزءا بدأ التاريخ بعد الثورة وبعد ما مسك جمال عبد الناصر الحكم، حتى ولو كان هذا الموضوع وهذه الثورة عليها 30 مليون ألف خط، إلا أننا نعلم ذلك ولم نتكلم في هذا ولم نذكر سلبيات نحط عليها مجموعة بؤرات ونطلعها للناس عشان نسوء من سمعة مصرنا الحبيبة. مين الناس اللي خلت الراجل ده هو اللي يقوم بدور التأريخ لمصر يا حضرات؟ الراجل ده يا حضرات بيثبت للعالم كله من خلال برنامجه صندوق الاسود اللي بتذيعه قناة كويتية يا حضرات، ومعروف الضالع في هذا الموضوع من عشان يبعد عنه الشبهة، فهو سايبه في هذا المكان بالذات بيقوم بحكايات يثبت فيها ان مصر بالفعل من زمن الزمن وهي تدار من المزيفين، من المدلسين، من اللصوص، من البيوت الدعارة، كل دول هم اللي بيقودوا مصر يا حضرات. الراجل ده بيتكلم على كل حاجة، يأخذ جزء من كتب قديمة او كتب لتاريخ احد الناس زي اعتماد خورشيد مثلا، ويجيب ويحط عليها مجموعة البؤرات اللي بتشوه سمعة مصر. ولكن نقدر نقف دلوقتي ونقول الراجل ده بيعمل كده ليه؟ ولصالح مين يا حضرات؟ ولماذا تتركه الدولة يطلع يتكلم بهذا الشكل وينصب نفسه مؤرخ يا حضرات ليشوه سمعة مصر يا حضرات؟ ليه؟ حتى المخابرات بتاعتنا اتكلم على المخابرات اللي محدش يقدر يتكلم عليها البتة. ما تقوليش بقى في العصر الفائت والبائد، هو العصر الفائت والبائد المخابرات بتاعتنا مخابرات واحدة، ملفاتها موجودة حتى وقتنا هذا، لم تتغير بتغير العصور. الصندوق الاسود بتاعها موجود حتى وقتنا هذا، لم يتغير البتة بتغير العصور. ولكن لما يجي هذا الرجل يتكلم عن المخابرات بتاعتنا انها داعرة، وانها بالفعل كلهم بتوع نسوان، وان اللي كان موجود وقتها ما كان الا بيوتا للدعارة موجودة، وان اللي بيقودوا هذا الموضوع في المخابرات هم برضو الداعرين والدعارة والنساء. الكلام ده كله حضرات بيشوه سمعة مصر، بيخلي الناس كلها بره. يعني هي ما تنساش حاجة مهمة جدا سيد الرئيس، اهم حاجة في هذا الموضوع ان مفيش حد مثقف من شبابنا ده اللي موجود حاليا بالعصور الفائتة والبائدة عشان الناس تتكلم عليها، وعشان ان هو يطلع هذه المساوئ دلوقتي. الناس دي ثقافتهم هتؤخذ من هنا. عشان كده حتى لما تريد انك انت يعني تدمر كل الكلام اللي هو بيقوله ده، والله ما هتقدر، هيبقى قدامك سنين ضوئية. زي ما المنهج طغى على نادي الزمالك ومحدش عارف يرمم في نادي الزمالك حتى وقتنا هذا. الراجل ده حضرات في الاول كنا بناخدها بالهزار بالتهريج، نطلع نقول انه سب الكابتن محمود الخطيب، انه سب لبيب، انه سب كل الكرة المصرية، انه بقى بيلعب مع الدولة، انه بقى يبقى سيرك ومش سيرك. لكن الموضوع دلوقتي بقى جد خطير، لازم نفكر كويس جدا. هذا الذراع من أذرع تركي الشيخ يا حضرات قديما، هو اللي طلعه سب قبل كده قطر، وسب قبل كده الكابتن محمود الخطيب، وسب كده برضو رجال الدولة وتحداهم. إنما الآن يا حضرات لا، ده يؤرخ لتاريخ مصر يا حضرات، يؤرخ لتاريخ مصر القديم. فما أدراك وماذا ينتظر حتى يؤرخ للجديد؟ سيد الرئيس الراجل بيقولها ببق مليان، انتوا جيتوا عليا انا هوريكوا، وقالها قبل كده، قال قبل كده الكلام ده. عشان كده هينقلب السحر على الساحر. وانه قال قبل كده ان لو معايا، لو طلعت الحاجات اللي عندي من سيديهات ومن انا هدمر الدنيا، هقلب الكون. ما ادراك ان هو اساسا ماشي بهذا المنهج الان عشان يقول لك خلي بالكو القادم هو انتم. فخلي بالكو انا بقول الكلام ده لا، مش في صالح مصر،
حقيقة يا حضرات ليس في صالح مصر. وقبل كده قلت لكم ان الراجل ده عمل اللي استدعى بطولة الاهلي والزمالك في القمة هناك عشان يقلل من قدرة مصر بالفعل على تنظيم مثل هذا التنظيم اللي اتعمل في السعودية. حتى الهدايا والجوائز بيقلل برضو من مصر في ان هي تدي وتعطي هذه الجوائز وهذه الهدايا بالدولار. الراجل ده جاي متسلط يا حضرات، وعشان كده يعملوا تنمية بس في الاخر خالص فيها اذلال حقيقي يا حضرات. التنمية من خلال وزارة الثقافة التي زارها واستدعى منها فرقة واحدة، ما اخدش منها الاداب، ما اخدش منها الفنون، ما اخدش منها المسرح، وانما اخد منها الرقص بس فقط ليس إلا. عشان كده بقول إن الراجل ده خطر وشديد الخطورة. أقسم بالله سيد الرئيس لابد من إيقاف هذه المهزلة، لابد من إيقاف هذه المهزلة، لأن القادم هيكون أسوأ مما يتخيله بشر. عموما لا للدولة حق إنها تسمع كلام واحد قيل عنه أنه عبيط، ولكن ربما تؤخذ الحكمة من أفواه العبط، ربما يا حضرات. عموما هنسيب الموضوع ده برضو ونخش على الموضوع التاني يا حضرات، وهو الموضوع الأهم، موضوع جلل. بالفعل طالعنا، بس قبل ما نعمل ده نضرب اللايك بقى، نضرب اللايك بجد، عشان انا مش هقعد معاك كتير، لان الناس كلها هتطلع دلوقتي تصوت وتزيد بره الشارع. بص يا حضرات، في طالعنا ابراهيم عبد الجواد امبارح وعمل حاجة عجيبة جدا شديدة العجب. بالفعل اتكلم وكأنه بالفعل متضايق جدا من موضوع أحمد رفعت وما حدث له، وكمان اتهم مين. أنا عايزك تحط تحتيها 1000 مليون خط. من الذي اتهمه إبراهيم عبد الجواد بأنه مقصر؟ هي المنظومة الرياضية ولا هي الدولة يا عم إبراهيم؟ وحط تحتيها 3000 خط. قال أنا مش هبطل إن أتكلم، وقال إن هناك تقصير كبير جدا فيما حدث مع أحمد رفعت، كان هيوصل أحمد رفعت إلى الفناء بالفعل، وإن هذا اللاعب لو كان لاعبا في الأهلي أو الزمالك ما كانش حصل لي هذا الذي حدث. أجي أقول لك طلع تقرير الطبيب بتاعه المعالج من الأول خالص حينما اشتبه بأن هناك منشطات. أكانت هناك منشطات؟ معاذ الله. ولكن يا حضرات حتى لو كانت هناك منشطات لا يمكن أبدا نفضح نفسنا ونقول إن الراجل كان واخد منشطات أبدا، ولكن نقول إن الطبيب نفسه قال إن الكثير من القهوة وأن الكثير من المكملات الغذائية التي بها شبهة منشطات هو ما فعل في هذا الرجل. انت بقى مع احمد رفعت اللي ربنا يسلمه يا رب، واللي خد وقفاه واتشال عنه بالفعل اجهزه التنفس، ونقول يعني الحمد لله رب العالمين على صحتك وسلامتك يا رب العالمين. نقدر نقول كلنا كنا معاه، ولكن ماذا تقصد؟ تعالى لي هنا عشان اقول لك، بدل ما تقعد تتكلم ان المنظومه بالكامل وهي متسيبه في هذا الامر، وانها مقصره في هذا الامر، وان بالفعل الجمعيه العموميه لاتحاد الكره من كل الانديه، أندية الدرجة الثالثة، أندية الدرجة الرابعة، أندية الدرجة الثانية، كل الأندية فلهم صوت، إذا لهم شرعية في كل شيء، إذا لهم مرتباتهم، لهم حاجاتهم، مقتضياتهم، تنفيذ كل الحاجات بتاعتهم، إن يكون موجود عندهم إسعاف، يكون موجود كل حاجة. اللاعب ارتمى ووقع وجم شالوه على المستشفى. ماذا سيفعلون أكثر من ذلك؟ ماذا سيفعلون أكثر من ذلك؟ إنهم من الأندية بتاعة الاستثمار يا سيد، الأندية الكبيرة برضو مش نادي صغير. فإذا لما تيجي توجه ده وجهه للنادي بتاعه اللي المفروض يبقى موجود حقيبة طبية كاملة بها كل شيء. ما تجيش تقول إن الكل مقصر، لا، إنما التقصير خده عندك يا عم إبراهيم. بدل ما تلقي الضوء على هذا الموضوع، أقسم بالله الذي لا إله إلا الله أن ما أقوله الصدق، أنه من 3 سنوات ومركز شباب
من احد مراكز الشباب اللي موجود في الدرجة الثالثة مش الدرجة الرابعة، واللي دخل وطلع وصعد للدرجة الثانية قبلا. مركز الشباب هذا يا سادة بيقدم طلب من 3 سنوات، لا يطمع في شيء إلا حاجة واحدة بس، كرتين وشبكتين، وأنه لم يقرر في هذا الموضوع شأنه. محدش يتكلم في هذا الموضوع، ولم يوافق وزير الشباب والرياضة على هذا الموضوع، وما أخدوش الكرتين ولا الشبكتين حتى وقتنا هذا. وأنهم منهم من يستطيع أن يأتي بزي كامل من أي حاجة وبأي شكل وبأي لون، ومنهم من لم يستطع وموهوب، منهم من لم يستطع وموهوب بيلعب بالفانلة الداخلية. أحيانا تكون المحملات اللي هي الحمالات أو النصف كم البيضاء، بيلعبوا حتى وقتنا هذا دون ستارز، بل حفاة والله العظيم 3 بيحصل يا حضرات، وبيلبسوا كوتش باتا ده في المباريات الرسمية اللي في الدوري. يا سيد انت ناسي حاجة مهمة جدا، ان في الدرجة الثانية وفي الدرجة الثالثة في ناس بتموت انت ما بتحسش بيها، في ناس بتتوفى انت ما بتحسش بيها، في ناس بتتعور محدش بيعالجها، بتتعالج في المستشفيات العامة او بيتعالجوا على حساباتهم الشخصية. يا سيد الإجمال الجسيم جدا. وطلع رئيس الجمهورية المحترم اتكلم في ان هو عايز ايه يا وزير الشباب والرياضة لدعم مراكز الشباب. هو بيقول لك عايزين 1 2 3 4. فين الفلوس دي؟ بتروح فين الفلوس دي يا ابراهيم يا عبد الجواد، يا اللي بيتكلم على لاعب من نادي كبير ليس الدرجة الثانية ولا الدرجة الثالثة، وإنما وخطأ نادي، ليس خطأ المنظومة الرياضية في هذا الشأن فقط، إنما التقصير يعم على كل الأندية. يا سيد الفلوس التي تضخ لمراكز الشباب أكثر من الفلوس اللي بتضخ للأندية الكبرى، فأنت عايز تتكلم صح وعايز تحاسب الناس، اتكلم في هذه المخالفات. نزل مراسلينك الى مراكز الشباب عشان يطلعوا حتى المواهب الذين لا يستطيعون ان هم يطلعوا على اي نادي، عشان اصلا النظام الغذائي بتاعهم نظام الفول والطعمية. يا سيد نظام الفول والطعمية واهاليهم اللي بيصرفوا عليهم. بدل ما تيجي تتكلم في هذا الشأن وتحاسب وتحاكم المنظومة الرياضية الفاشلة التي تفشل في منتخبنا، التي تفشل في الأندية التي تصل إلى أفريقيا بدل دعمها تكسيرها. اتكلم كلمة حق يا رجل. والله الإعلام اللي موجود هو سر سقوط المنظومة الرياضية وسر سقوط الكرة المصرية جميعا، لا خطة تطوير ولا أي حاجة يا حضرات من هذا الموضوع وهذا الكلام. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اضرب اللايك يا سيد وتعالى عشان تشوف لعنة المنظومة الرياضية على المنتخبات. المنتخب الوطني يا حضرات خلاص بكرة النهاردة بعد ساعة يعتبر دخل في بوتقة انه بيلعب في دورة اصبحت دورة معتمدة من الفيفا، خلاص معتمدة من الفيفا، وهتسمى دورة العاصمة الإدارية. اللي فعل هذا الكلام هو القدر ليس إلا، حتى ولو كان ضالعا أبو ريبة في هذا الموضوع يا حضرات، فاعلم أن الموضوع قدريا، لأن من المنطقي أن كان الفيفا يرفض حال ان هم ما يكونوش المنتخبات اللي قال عليهم واللي بتنص عليه اللائحه ان يكون 3 منتخبات من 3 قارات. عشان كده انا بقول لك ان هذه الدوره ادعموا فيها حسام حسن لانه ضد المنظومه الرياضيه البائده. معروف ان حسام حسن علم ان وزير الشباب والرياضه مغادر، علم حسام حسن ان اتحاد الكره واتحاد علام مغادر. تقول لي ايه اللي بتقوله ده؟ اقول لك اقسم بالله هذا حقيقي، هذا حقيقي بجد. علم حسام حسن ان الناس دي كلها ماشيين بحلول شهر يونيو، خلاص ماشيين كلهم. وزير الشباب والرياضه ماشي، كمان اتحاد علام ماشي. عشان كده هو ضد هؤلاء وضد اوامر هؤلاء اللي ما فيهاش اوامر الا اوامر شخصيه فقط، مثل جذب محمد صلاح بعد مهان مصر والمصريين كلهم يا حضرات، واللي قاعد يتكلم ويقول لك لا
احنا والله بنحب محمد صلاح، واحنا كنا بندعم محمد صلاح، وانما محمد صلاح يا حضرات جعل ما بينه وبين مصر هم الجماهير. هتوديهم فين طب يا محمد يا صلاح؟ هم اللي هاجموه، هم اللي خرجوا من عنده، هم اللي مش هيصوتوا له، هم اللي عملوا عليه كل ذلك، ليس رئيس مديرا فني لمنتخب مصر. فعشان كده انا بقول لك ادعموا حسام حسن لانه ضد المنظومه يا حضرات، وحسام حسن لا يمكن يلعب اللعبه اللي لعبها قبل كده مدربا اجنبيا قط. حسام حسن عايز يبرز، عايز يبقى حاجه كبيره، عايز يبقى حاجه متميزه، عشان كده هو داخل بكل قوته، هيعمل كل حاجه عشان يعدي وينتصر ويفوز دون محمد صلاح. ادعموا حسام حسن بكل ما اوتيتم من قوه، حتى لو كانت التذكره 30 جنيه و75 جنيه، اللي يقدر يروح يدعم المنتخب ده، لان المنتخب ده اللي هيخلي محمد صلاح هو اللي يطلب انه يجي. محمد صلاح يا حضرات لما يعلم ان منتخب مصر بالفعل بيصل من انجاز الى انجاز، وان التصنيف بتاعه سيتقدم كتير قوي حال ان هو ينتصر في هذه الدوره، هتلاقيه هو اول واحد جه. عشان كده اللعنه اصابت حسام حسن. حتى مصطفى شلبي اللي جابه طلع مصاب يا حضرات، مصطفى شلبي طلع مصاب، وطلع اعلن حسام حسن في المؤتمر بتاعه انه مصطفى شلبي بديل حسين الشحات مصاب، وان حسين الشحات إن لم يكن مصابا بالفعل ما كان حسام حسن تركه، وقالها انه هو بالفعل اصابه خفيفه، غير انه تركه لمستقبله مع النادي الاهلي، لمستقبله مع النادي الاهلي. وهو ده طبعا اللي هيكون فيه حاجه ملحه للنادي الاهلي، حال ان حسين الشحات يقف على رجليه ويشارك في مباراه سيمبا التنزاني اللي لها اصعب مباراه في البطوله، ليس النهائي ما بين الاهلي وصن داونز كما ادعى الكثير جدا، او كما يعني توقع الكثير، وده طبعا توقع صائب. هي المباراه الصعبه لان نهائياتنا مع صن داونز كلها حافله، اخذنا البطوله منهم قبلا يا حضرات.